بين الضلمة وبين النور، معزوفة الأمل المفقود عن حب الوطن. قراءة في الديوان الأول للشاعر عادل عثمان الحجار، والمعنون بالشوارع طيبة. 19 معزوفة شعرية في حب بهية، الاسم الشعري المصري، تدور حول جدل النور والظلام، حيث الأمل دائم في عودة النهار بفجره وشمسه ونوره في ظل ليل طويل يخيم على الوطن. لن يستسلم شاعرنا لليأس، فاليأس لا يكون للأوطان. اليأس جريمة لا تغتفر في حق الأوطان، فما دامت فينا روح حية لا يأس من تقدم بلادنا. حتى لو كان الأمل مفقود في اللحظة الحاضرة، فلا بد وأن بلادنا ستخرج يوما ما من ليلها الذي طال. ذلك اليأس الذي يكون مدعاة للهروب من الوطن، إما باللامبالاة والسلبية والعزوف عن المشاركة في صناعة الوطن، والاستسلام لآلامه والانكباب على الذات بشكل انعزالي ونرجسي، أو بالغرق في البحر المتوسط من أجل الهروب من آلام الوطن وجراحه. وفي مذكرات أحد الغارقين يقول لي: يا مصر ليلك طويل والعمر مهما كان قصير، سيبيني أنوي الرحيل وشوف لي شمس وأصيل. لكن عادل يؤكد لنا مرارا أن النهار سوف يأتي، وأن نور شمسه سيعمنا كلنا، والمسألة كلها لعب الزهر. فالنور عندما يأتي سينسينا طعم المرار أثناء الظلام. فالأمل موجود وإن كان مفقود في اللحظة الحالية، إلا أن اليقين بأن النور سيأتي، وهو ثقة في الوطن ذاته، موجود بشدة في الديوان. إن الهوية التي يحسها الشاعر هي هوية مصر بكرة، فهو يثق في مستقبلها ويراهن عليه. فهويته لم تنفتح على الماضي السحيق والتغني بالأمجاد، بل انفتحت على المستقبل والتغني بوعوده لبلادنا التي تشكل الوطن، الأم بهية الحلوة. في حقيقة الأمر لم يتغلب اليأس على شاعرنا الحبيب إلا في مرة واحدة، وهي في قصيدته طور واندبح، التي تحكي لنا العوز والحرمان ونهايته بالموت المأساوي. وسأتوقف على عنوان قصيدته: أنا مش بحبك. هل هو إقرار استنكاري أم إقرار إخباري؟ وهل إذا اعتبرناه إقرار استنكاري ألا يعني ذكره نوعا من الإقرار الإخباري المدمر فيه بطريقة لا واعية، الذي يعكس علاقة الحب الشديد لشيء مؤلم عندما تتحول لكره لا واعي بنفسه، وهو ما تؤكده كلمة الشاعر الذي يعكس بها حالة من حالات الوعي المغتربة عن الواقع والجمالية لأقصى درجة، عندما يقول: لنا نايم ولا صاحي، في قصيدته يا مالكة القلب والنني. فالديوان كله تقريبا يدور في هذه الحالة من الوعي، لنا نايم ولا صاحي. فهي ليس وعي يقظ منفتح على الأمر الواقع مؤمن بفلسفته، وليس وعي نوم منفتح على الحلم والمفارقة عن الواقع. وبعبارة أخرى، فهو ليس وعي يكره الوطن لأنه يكره الألم من أمره الواقع المأزوم، وليس وعي تخديري بتمجيد الوطن وحبه لأقصى الحدود الحالمة المنفصمة عن الواقع. فالشاعر هنا يصف مصر بالحلاوة، ولم يصفها مرة واحدة بالجمال، فالجمال أمر واقعي موضوعي، أما الحلاوة ترتبط بذوق خاص في طعم الوطن يستشعره الإنسان المصري، وخصوصا عندما يتفاءل ببكرة الوطن الجميل. ومما أخذه على الشاعر وقوعه في المباشرة عندما يذكر بغداد والقدس باللفظ دون تبيان علاقتهم ببهية وطنه الأم. وذلك لا تفسير له عندي سوى أنه شاعر عاش في خبرته خبرة ناصرية بحتة، هي خبرة القومية العربية، بصرف النظر عن أن هذا لا يميز جيلنا، وإن كان البعض يستحضره من التاريخ ويقحمه في موضوع الحب.